على تنفيذ الرمية الجانبية اللاعب المغربي. يبدأ أساسيا في هذا اللقاء من جانب نادي خنك وهو زكريا الواحدي لاعب صاحب الرقم 77. وصول باسل كان موجود في اللقطة الماضية. ستنفذ الآن عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية، هدف ولا أروع ولا أروع ولا أروع. برايان هينن يسجل أول أهداف في نادي خنك. القائد حلق عاليا ليعطي خنك التقدم في نتيجة هذا اللقاء. صعب 29 عام بطريقة جميلة، بل بدري جونيا إيتو بشكل جميل ممتاز. روعة كرة عن طريق زكريا الواحدي في الطرف الأيمن يمرر لمصلحة فريق خنك. خطيرة بلجيكي ليفاكوفيتش. هذا هو زكريا الواحدي خطير في الطرف الأيمن. مستمرة بينية ممتازة، فرصة دينامو للجول. فريق دينامو، كرة باتجاه الواحدي زكريا، كذلك محاولة ما زالت، تمريرة بينية ممتازة، تحولت مجددا من الطرف الأيمن من على من شارف منطقة الجزاء. فرصة ما زالت مستمرة، ممتاز المحاولة، كرة ما زالت قائمة تمهيد والتصويب ولا أروع، ولكن إلى خارج الملعب. ميها مصلحة فريق خنك. أول فرصة لفريق كرة منقولة من الطرف الأيمن، عرضية داخل منطقة اليسار، حارس المرمى ملعوبة الكرة عالية بالراس والتسديد. الكرة ما زالت مستمرة، تصويبة قوية تتحول بينية بشكل ممتاز. فرصة قائمة عرضية كيفي ممتازة، كرة اليوناني عرضية نادي خنك أكثر من 65% نسبة الاستحواذ. فرصة تأتي للفريق البلجيكي، عرضية زكريا الواحدي يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا زكريا يا واحدي. هدف ثاني بلجيكي لكن بالسحر المغربي، في لقطة ولا أروع، في كرة ولا أجمل عن طريق زكريا الواحدي. المهارة المغربية حينما تحضر يسقط الجميع. نعم يا دينامو، ولا أروع من زكريا الواحدي في عملية التقدم، في عملية التمويه، في عملية الاختيار، في التسديدة اليمينية الساحرة من جانب زكريا. شاهد الكرة واللقطة في بدايتها، في أولى أساسياتها، في لحظتها الأولى وصولا إلى زكريا. تحت الأمطار التي تهطل هنا في هذا ليفاكوفيتش. تصل هذه الكرة، محتوم على المرور، بعد ذلك الفرصة مستمرة وهدف أول. الهدف الأول جو بيليو يقلص النتيجة لدينامو. بيليو يقلص لدينامو، نعم، وفرحة الجماهير الكرواتية بهدف التقليص في هذه اللحظات. انتظروا كثيرا. الكرة من جديد لمصلحة فريق خنك، فرصة خطيرة من أجل الثالث. هذه المسافة كرة ممتازة خطيرة للثالث. الثالث يا زكريا يا زكريا يا زكريا يا رائع يا زكريا يا رايق يا زكريا. أسد مغربي ساحر هنا، أسد مغربي ساحر، نعم زكريا الواحدي. أي إبداع وأي تألق من زكريا الواحدي في هذه المباراة.